السلام عليكم لا فامي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. هذا الفيديو ان شاء الله يا ربي اليوم غادي نشاركو معكم بداك الشيء اللي فيه نهارنا، كيفاش غادي ندوزوه ان شاء الله يا ربي. المهم صراحه فقت الصباح ودرت الفطور وكذا وعجنت، والمهم نسيت عواله باش انني ندير الفيديو اليوم، مي حتى بديت فطرت وبديت العجينه وداكشي نسيت راسي حتى جيت بدي الغدا قلت ويلي اليوم عواله باش انني ندير معاهم روشي. والله العظيم الا صراحه خرجت لي مبارح المهم راه عجن وها على ذكر عجنت. جوج الناس طالبين لي عافاك شاركي معنا العجينه ديالكم. واحد الصديقه ديالي عزيزه بزاف 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 كندير لها تحيه من هذا المنبر هذا، الاخت ياسمين، هي من الجزائر وعايشه في فرنسا، وعزيزه عليا هذيك السيده وحتى انا عزيزه عليها. المهم بيناتنا واحد الصداقه اللي زوينه بزاف. كانت قالت لي عافاك شاركي معنا هذا البطبوط ديالكم، كيفاش كديروا ليه زعما طريقه العجين. قالت لي عافاك دير واحد الطريقه كيفاش كتعجني مبسطه. زائد واحد الاخت ما بقيتش عاقله، ما مسافرت لي غير في انستغرام ما عرفتش فين عايشه، قالت لي ربي عافاك شاركي معنا هذاك البطبوط. المهم كاين اللي كيقول لي البطبوط، كاين اللي كيقول لي المخمار، كيقول لي الخبز ديال الدار، خبز المقله، المهم داك العادي الخبز العادي صراحه. ونسيت ما شاركته، وعدتهم بانني غادي نشاركو معاهم، ما يسمحوا لي بزاف 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 غنشاركو معكم ان شاء الله في فيديو اخر. دابا راه حتى عجن على تفكرت. المهم بالنسبه للغدا غادي ندير غدوه بسيطه جدا 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 وغادي نشاركها معكم بما انكم كيعجبوكم الشهيوات الاقتصاديين ديالي. على ذكر اقتصاديين، اخر مره كنت درت لكم واحد العشيه وقلت لي هذيك ماشي اقتصاديه، كلشي اللي فيها غالي. المهم هي الصراحه في الاصل ديالها كانت اقتصاديه، غير دابا ملي غلا خضره غلا البيض غلا شي حاجه جات بانها مكلفه. المهم ما عليناش، كيف قلت لكم بما انكم تعجبوكم الشهيوات ديالنا، الشهيوات راه ماشي تختارعهم ولا شي حاجه. كاين بعض الحوايجات اللي كيكونوا انا غير فكره كطيح عليا، كاين الحوايج اللي كنشوفهم كنقلدهم ماشي حتى عادي جدا. كاين اللي كنشوفها عند شي وحده كتصايبها كتوريها ليا شي وحده، يعني كنستافدوا من بعضياتنا. هادشي اللي كاين. والغدوه ديال اليوم راه ماشي شي حاجه اللي غريبه، كلشي كيعرف لها. المهم غير بغيت نشارك معكم الروتين ديالنا هذا النهار وصافي. اشرف راه خرج هو سلطان باش يضيفوا له شويه هكا ويديه يلعبوا في الجرده، وهذا من واحد الجرده حدا هنا فيها هذوك الالعاب ديال الدراري الصغار، واخا ما بقاو العاب كانوا العاب في ياماتها. المهم يلعبوا شويه هكا ويشموا شويه الهواء وصافي. انا غادي نوجد الغدا هكا باش نبقى مكونسونطريه. عرفتي ما تيخليش لي حتى التريبود هذه ديال التليفون ما تيخليهاش ليا سلطان. ايوا هذا ما كان. المهم غنبدا. شوفوا هنايا جبت كتشوفوا بالنسبه للغديوه داك الفيديوهات كيقول لك عندك 3 البطاطات وواحد البصله واجي نوريك شنو غادي ديري. انا هادو اللي فيها صافي العطريه وحاجه اخرى اللي هي 2 بيضات ولا 3 البيضات، وانا غندير غير 2 بيضات. المهم هادشي اللي كاين ما كيبانش لكم بلاتي نقاد. حيت عندي دابا هنا التريبود الصغيره هي اللي تصلح ليا حساب سلطان، يجي في اي لحظه غادي تزيد ليا بالباله. غندير نص بصله وهاد 3 البطاطا. نتوما ديروا الكميه اللي تكفيكم نتوما صافي. هما الكميه اللي تكفيكم نتوما. كتحتاج لموس كتحتاج لموس يكون في الازرق. المهم شوفوا غادي نقي هاد البطاطا وهاد البصله ونرجع معكم. رجعت معكم راه من بعد ما قطعت هذيك البطاطا وقطعت البصله غادي ندير بعدا البطاطا تسلق. مي شدني الخبز صراحه بديت كنطيبو وجا سيهم سلطان بالبلا في داكشي ما بدلت ليه حوايجو هادو صافي. اشرف مشى رجع باش يخلص سميتو، مشى الوفا كاش يخلص هذا الويفي وفا كاش ولا ما عرفت ويسترن ولا شي حاجه بحال هكا باش يخلص الويفي. وصافي دابا راني دايره مع سلطان وكنطيب في الخبز. عاد غادي نرجع معكم. بالنسبه للبطاطا قطعتها عادي هكا مربعات صغيره، قطعوها كيف ما نتوما بغيتو. وسميتها البصله قطعتها هكا. هي البصله كدار فيها خضره بحال هكا، مي انا ما تتعجبنيش فيها خضره صراحه. ديجا جربتها خضره ما كتجيش فيها زوينه. غادي نشحرها هكا شويه غير دير سميتو منا دير باي باي دير باي باي دير باي باي دير باي باي سلم دير باي باي سلم دير باي باي. هاي دير كيزا بوحدو وحتى رجليك اللار وحتى رجليك اللار كتهزي كيهز رجليه اللار. يلا وقف بحال هكا. يلا ديروا باي باي. دير باي باي. المهم غادي ندير هاد البطاطا تسلق هادي وديك الساعات نرجع معكم. خليكم معايا. المهم كي كتشوفوا هي البطاطا هنايا درت لها غير شويه الملحه والبصله هي غنشحرها. ما تحتاج تشحر، تسخف شويه وصافي راه ديجا غتكمل
الطياب ديالها. انا غادي نخلط كلشي ديك الساعه نجمعو مع بعضياتهم. المهم كيف كتشوفوا هنايا بالنسبه للبطاطا هي راه تسلقات، راه باقي مازال فيها دخانها. المهم بالنسبه للبطاطا راه تسلقات وصفيتها. عندي هنايا البصله هي هي قلت لكم غير سخفات، ما خليتهاش تعلكات نيت وداكشي. عندي هنايا شويه الربيع مخلص، عندي الكمون البزار وهنايا الملحه صافي وهذا وجوج بيضات. المهم غادي نخلط هاد المسائل ونرجع معكم، حيت راكم عارفين دابا السيبور عندي هادي اللي عندي دابا، هاد الصغيوره هادي عندي الخضره الكبيره ولكن غادي يضروا لي فيها سلطان داكشي، ماشي ما عنديش، عندي هاد الصغيره هادي ولكن ما غاديش تشد ليا، راكم عارفين نتوما القياس ما غاديش تشد ليا داكشي ما يبانش. المهم انا نجرب نشوف الا بان. صافي البنات غادي نديرها في هذا. صافي البنات دابا ها هي غادي ندخلها الفران. كيف قلت لكم الفرماج تقدروا ديروه فوق منها كيجي رائع. صافي المهم ندخلها دابا للفران واحد شويه كغاتينا ونخرجها وصافي بصحه وراحه، ونخليكم حتى نرجع معكم ان شاء الله منين طيب. المهم كيف كتشوفوا هذا فامي ها هي كيفاش كتجي صراحه، كتجي زوينه وبنينه، كتجي معلكه. ايوا صافي بصحتنا وراحتنا، اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال. غنمشيو نتغداو دابا ونخليكم ان شاء الله حتى الكوتي ونشاركها معكم ان شاء الله يا ربي. وكيف كتشوفوا رجعت معكم فاش وصلت الوقيته ديال الكوتي. جيت بغيت ندير شهوتي في شي متيمنات معمرين بالسبانخ والجبن، وديجا كاين عندي السبانخ صراحه كانت جابتهم ليا ماما، كانت جات عندي واحد المره وجابتهم لي وقلت علاش لا ما نديرهمش، غادي يبقاو غير يخسروا صافي. المهم توحشت صراحه ماما والله هي تتوحشتها، كتعمر عليا الدار وكتونسني وكتهز بهبالي، ماشي مشكل، هذه هي سنه الحياه راه اصلا صافي. يعني من شحال هذه ولات كتخليني نعتمد على راسي شويه، مابقاش كتجي عندي بزاف، كتجي عندي كدوز معايا نهار ولا يومين وكتمشي في حالاتها. المهم نط باش نصايب هذوك المسمنات هذوك صراحه. عجنت العجينه ديال المسمن عاديه ما شاركتهاش معكم، راكم عارفينها. وجيت لهنايا كيف كتشوفوا قطعت واحد البوارو، المهم واحد دوك الورق ديال البصله، المهم بوارو قطعته في مقيله درت مع شويه ديال الزيت البلديه باش نشحروا بها، ودرت شويه ديال الثومه كيف كتشوفوا وخليتهم غير يصهدوا واحد شويه يطيحوا. وقطعت هذيك السبانخ، حيت لا غير ديك الورقه ما كديروش داك الجدر، غير ديك الورقه قطعتها وزدت شويه ديال الملح شويه ديال البصل وشويه ديال التحميره كتبقى اختياريه. صافي هادشي البنات وخليتها تشحرت شويه زاد طاحت كملت الطحيه ديالها وخليتها حتى بردت. ضروري تخلوها حتى تبرد ما امكن، وزيدوا عليها الجبن ضروري تبرد البنات. وغادي نبدا نعمر ان شاء الله في المسيمنات ديالي. هنا كيف كتشوفوا البنات صافي راه بديت في الطياب ديالهم صراحه جاو زوينين، راه كنطيب وفي نفس الوقت كناكل. والله الا جالسين كنطيبوا كنقصيو من البوطه انا وسلطان، حتى سلطان عجبو، هو سلطان كيحمق اصلا على مسمن، تعطيه مسمن يبقى غادي كياكل فيه وكيلعب فيه وكلشي، وهنا مع السبانخ صحي ليه وكلشي وزوين. المهم ما عليناش شنو بغيت نقول لكم. شو راه كنطيب فيه غير في المقله صراحه، غير في المقله ما طيبتوش في هذيك بلانشا الكتريك حيتاش خسره ليا ديك الرالونج فاش كنطيب. وسلطان الا مشيت حولتها شي بلاصه يعني نحطها غير في الارض ولا شي حاجه وغادي يدرونجني بها سلطان، يعني نمشي قيسها لي بيا كتكون سخونه ولا شي حاجه من غير البوطاجي ما عنديش صراحه فين نحطها. دونك استعملت غير المقله باش ما ندرونجاش مع سلطان. وبالنسبه لعشيوتنا البنات رجعت معكم في وقيته ديال العشاء. العشيوه الشهيره ديالتي هي الروز بالفلفله والثوم، صراحه كتحمقني هاد الاكله بزاف بزاف بزاف. المهم كتشوفوا هنايا راه جبت الفلفله وهاد الحوت هذا كتشوفوا. بالنسبه للروز راه درت هذا الروز الصفر هذا اللي كتشوفوا هنايا، داك الكلاصي هو اللي درت. صافي غادي نقطع هذيك الفلفله ونصايب هذاك الروز. المهم بالنسبه للروز كما كتشوفوا ليا هو طاب هنايا، غادي صافي غير نصفيه من هذا الماء ديالو وصافي وندوز باش نزيد عليه ديك ساعه الفلفله والثوم. هنايا كما كتشوفوا الفلفله هي درتها هنايا، غادي نخليها حتى طيح مع الزبيته ونزيد لها شويه ديال الملح وشويه ديال البزار وصافي ديك الساعه نخلطها معاهم. كي كتشوفوا بالنسبه للفلفله ديالتي هي طابت هنايا صافي كانت كميه كبيره تبارك الله هي راه. المهم كي كتشوفوا هنايا بالنسبه لسميتو للروز غادي نزيد عليه هاد الفلفله هادي والحوت، ولكن قبل ما نزيد عليه هاد المسائل هادو غادي نعزل هنايا واحد الزلافه غير على قبل سلطان وصافي. ما صراحه ما عرفاش واش يقدر ياكل ليا بالحوت وسميتو والفلفله، وحتى هذا الحوت هذا ما يصلحش ليه حيت واحد المره كنت عطيته ليه ما عرفاش واش سلطه واقيلا وداكشي. دايره سلطه ديال سلطه ديال الروز والحوت والمايس
وما بغاهاش، ماشي ما بغاهاش ليا، ملي كلاها جلس عادي طبيعي، ومن بعد فاش بغا ينعس هذا دار ليا رجع حاشاكم. المهم قلت دابا غادي نعزل ليه غير شويه عادي، تندير ليه مع شي دانون، المهم نخلطوا ليه مع شي دانون طبيعي ولا شي حاجه بحال هكا صافي ونعطيه ليه. واخا راكم كي قلت لكم من قبل الماكله ديال السلطان ضعيفه بزاف، ما تياكلش ليا، يعني كيعتمد بزاف غير على الحليب، كيشرب الحليب بزاف، يعني راه كيبغي الرضاعه، ما تيبغيش ليا كاع الماكله، قليل فين كيبغي ياكل ليا. هادي الصراحه هاد القضيه هادي مدرونجاني بزاف. المهم كي قلت لكم غادي نعزل دابا، نعزل ليه غير شويه وصافي. صافي هادشي غادي نخليه، تنزيد ليه سميتو دانون كي قلت لكم، وهادو غنزيدهم هنايا. واحد الحاجه بغيت نقولها لكم بالنسبه لهاد الحوت ديال الزيت، انا بصفه عامه ديال الزيت ما عنديش معاه، ما كنحملوش، كيعجبني غير ديال المطيشه. ولكن هذا ديال الحوت ضروري كيكون الاستعمال ديالو ضروري في الشلاضه ولا في الرز بحال هكا كيجي معاه. المهم كي قلت لكم انا الزيت ما تنحملش الزيت بصفه عامه، مي في هاد الاكله هادي راه داك الزيت هو اللي تيبننها. محين الرز راكم عارفين يعني فيه النشويات سميتو كيشرب ديك الزيت، ما كتحسيش بديك الزيت. المهم ضروري كنخوي فيه شويه ديال الزيت ديال الحوت كي كتشوفوا ضروري، يعني فهاد الاكله هذه فقط فاش كنستعمل الزيت. صافي خويت ديك الكميه ديال الزيت، غنصفي هادشي اللي بقى عندي هنايا، غنصفيه مزيان اللي نزيد داك الحوت تمايا. كي كتشوفوا من بعد ما زدت هنايا الفلفله وهذاك الحوت ها هو كما كتشوفوا. المهم حليته شويه وصافي، ما ضروري تحليه شويه وصافي باش كتولي ملي كتكوني كتاكلي ضروري كتهز ليك في المعلقه ديالك الحوت والفلفله وسميتو. صافي غادي نخلط هاد المسائل هادو مع بعضياتهم ونرجع معكم. صافي البنات هي كما كتشوفوها من بعد ما خلطتها غادي نديرها في الطبسيل صافي، وغادي ندوزو ناكلوها ان شاء الله. شوفوا واحد الحاجه، هي راه تقدري ديريها غير كسلطه، سلطه تقدميها مع شي حاجه. مي انا صراحه كنديرها وجبه، سمحوا لي، يعني انا كنعتمد عليها كوجبه كامله ماشي كسلطه وصافي. المهم راه تبارك الله راه مشبع، راه كتشبع والله العظيم الا كضربي بها معلقات كتشبعك دغيا. داكشي علاش انا كنعتمد على سميتو من النهار اللي كيكون الموجود وكتكون كلشي، كنعتمد على ديك الساعات كسلطه وصافي مع شي حاجه هذا. مهم هكا راه تبارك الله ما شاء الله. ايوا صافي.